ألف مبروك للمنتخب المغربي الشقيق لوصوله لنهائي كأس العالم تحت 20 سنة. بصراحة احنا فخورين بيكم ومنبهرين بيكم وغيرانين منكم ونفسنا نبقى زيكم. عملتوا كده ازاي؟ احنا عايزين نعرف بتعملوا كده ازاي. يعني انتوا مثلا بتشربوا باور فاميلي احسن لبن في السوق؟ طب انتوا بتمرنوا اللعيبه بتاعتكم 10 ايام في الاسبوع اللي هو اساسا 7 ايام؟ طب انتوا عندكم اللعيبه بتاعتكم ب3 رجول مختلفين عن الناس، عن البشر؟ انا بقى هقول لكم في المغرب الشقيق عملوا ايه. في المغرب مفيش حاجه اسمها ابناء لاعبين، ولا في حاجه اسمها ابناء عاملين، ولا في حاجه اسمها ادفع فلوس عشان تلعب. في هناك مدارس كوره محترمه، في هناك كشافه بينزلوا المناطق الشعبيه وبينزلوا في كل حته في المغرب يشوفوا اللعيبه الموهوبه بجد، مش انصاف المواهب. مفيش هناك استثمار في الكوره، مفيش حاجه هناك اسمها شخلل عشان تعدي. ما يبقاش جاي لك لعيب جامد اخر حاجه وبينط في الحيط وجامد قوي وتيجي تقول له ادفع عشان تتأيد او ادفع عشان النادي ده استثماري. مفيش هناك حاجه اسمها الكلام ده. بيدوروا على اللعيبه في كل حته. في المغرب اتحاد الكوره المغربي بيقف جنب الكل وبيساعد الكل، ما عندوش حاجه اسمها الوان، بياخد القرارات وما بيخافش من جماهير حد. ما عندوش ابيض واحمر واصفر وازرق، الكل عندهم واحد، اهم حاجه بلدهم. علشان كده المنتخب بتاعهم قدر انه يكسب مين بقى؟ يكسب البرازيل واسبانيا وكوريا الجنوبيه وامريكا وفرنسا، وان شاء الله الدور على الارجنتين. كسبوا من كل القارات، تفوقوا على كل دول. دي حاجة برضو تتعقل. اشتغلوا وعملوا خطة وعرقوا وتعبوا واجتهدوا لغاية ما وصلوا للي هم فيه ده. عشان كده حققوا ارقام على المنتخب، على صعيد المنتخب الكبير ومنتخبات الناشئين كتيرة جدا. هنقول لكم الارقام دي هي ايه. بطل افريقيا للمحليين 2018 و2020، رابع كاس العالم الكبار 2022، بطل افريقيا تحت 23 سنة 2023، برونزية الاولمبياد في باريس 2024، بطولة افريقيا للمحليين 2025، بطل افريقيا تحت 17 سنة 2025.